معي في هذه اللحظات الأستاذ خالد البلطان رئيس نادي الشباب. بداية نرحب بك عبر شاشة السعودية الرياضية. أبو الوليد ألف مبروك، يعني فريق الشباب يقدم مباراة قوية، لا شك أنها 3 نقاط هامة. يعني أن تدخل هذه المباراة وتفقد أبرز عناصر الفريق وتسجل 3 أهداف أمام فريق كبير، لا شك يحسب لرئيس نادي الشباب لفريق الشباب، وكذلك يعني يحفز معنوية لاعبي فريق الشباب. والله بدون شك احنا يعني الحمد لله يعني ظروفنا كانت صعبة جدا جدا يعني، وكنا لو قدام فريق مثلا متصدر ولا قدام يعني كان ممكن ننهزم هزيمة سيئة، لكن يعني الحمد لله الحمد لله عرفنا كيف نهيئ الفريق تهيئة نفسية، وانت شفت التهيئة النفسية اليوم واضحة. اي جول يسجله النصر على طول نرد في خلال دقائق بسيطة، وهذا يدل على ان الفريق مهيئ، وكان تركنا الصجة واللجة للغير والتفتنا للكورة والتفتنا للميدان وظفرنا بالفوز. لا يصح الا الصحيح ابدا. فريقنا فرق بين الفرق المقدمه، فريق المقدمه وفريق، احنا سعينا الى ان ناخذ ال3 نقاط باقل، بالهدوء، باحترام الناس، باقل شيء. هذا اللي صار. طيب أبو الوليد، يعني الشد الإعلامي الذي حدث قبل المباراة كان له تأثير سلبي الحقيقة يعني على لاعبي نادي الشباب قبل بداية المباراة؟ لا بالعكس، انت شفت لاعبي الشباب مسيطرين على وضعهم كل شيء. بالعكس لو حكم المباراة انصفنا من اول دقيقة، احنا لنا ضربة جزاء واضحة ولا صارت ولا حسبت، ومع ذلك يعني المفروض ان نحسمها من اول الدقائق. ولكن قضية الضجة الإعلامية لم تكن من قبل نادي الشباب. انتم شفتوا تصريح نادي الشباب توقفت تماما وهدأت، ولا عندنا مشكلة. احنا قلنا رأي فني وقلنا 3 كبار وقلنا أمور معينة، ضجت الدنيا وصجت على أشياء غريبة، يعني أشياء كبروها وشخصوها وصاروا يهاجمون خالد البلطان شخصيا ويهاجمون نادي الشباب الكيان، ما حد رد عملي ورد منطقي ورد بالأرقام. ابتعدوا على الأرقام واتجهوا اتجاه شخصي. أنا أقول لهم يا جماعة احنا قلنا رأي خاص، لا احترمناكم واحترمنا الجميع، احترمنا جميع الفرق، ولا في قلبي على اي ضد اي فريق ولا ضد اي جمهور. حقنوا الجماهير وجاي الجماهير اليوم من شحنة على لا شيء، على مباراة 3 نقاط لا تعني اكثر من ذلك. ومع ذلك احنا اللي نقوله يعني هارد لك شكيكنا نادي النصر ولا تقلل من قيمته المباراة، واحنا بس كنا نستحق الفوز واخذنا هذا الحمد لله. طيب أبو الوليد، بالنسبة فيما يخص موضوع أبناء عطيف، هل الموضوع انتهى؟ موضوع ان شاء الله في طريقه للنهايه. يعني موضوع عطيف يعني حقيقه ضايقونا فيه كثير، ويعني لاول مره يصرحون بشكل علني، ومع ذلك حنا ما نقول شيء، نقول الميدان يحميدان، اللي يبيع يا ابيع عيال عطيف اهلا وسهلا. لك صدقني في الحقيقه ما له الا الاحلام فقط، يبي يستمر يحلمون. اما اللي يبي عيال عطيف ممكن ياخذهم في البلاي ستيشن براحته، يلقاهم في البلاي ستيشن. اما على الميدان الملعب ما في عيال عطيف شبابيين لين يعتزلون، بعد الاعتزال يبيهم ياخذهم. طيب أبو الوليد، سؤال أخير فيما يخص فترة الانتقالات الشتوية، كما نعلم يعني ألغيتوا العقد الأسترالي يعني للجلب لاعب آسيوي، هل هو من منطقة الخليج؟ هل هناك تعديلات في فترة؟ إن شاء الله جاينا لاعب إن شاء الله خلال نعلنه، ممكن يعني إحنا تقريبا نتوقع الليلة نخلص معاه أو بكرة، إذا أعلن انتهينا، إذا ما اتفقنا ممكن نبحث عن ثاني. منطقة الخليج؟ لا خارج منطقة الخليج، آسيوي. شكرا يا بالتوفيق، ألف مبروك. شكرا. نعم متابعين. الله يبارك فيك، اهلا وسهلا فيك ابو الوليد. 3 نقاط مهمه كانت للفريق الشبابي حصل عليها، ولكن رغم هذه ال3 نقاط الا ان الشبابيين لم يقدموا المستوى المامول، من الرغم بان الفريق النصراوي كان خاسر اللاعب منذ بدايه المباراه. والله يعني المباراة كانت مشحونة نفسيا شوي بزيادة، مع أن كنا قلنا اللاعبين من أسبوع، وبالعكس احنا كنا هادين جدا، بلغنا جميع اللاعبين المباراة 3 نقاط لعبوا، وإن شاء الله أن الله يوفقنا والحمد لله. أهم شيء في مباريات زي هذه هو ال3 نقاط، بغض النظر عن المستوى. المشوار طويل ولسه الدوري ما انتهى حتى الآن. أما قضية خسارة النصر فهي خسارة، يعني خسارة النصر الطرد يعني كانت مستحقة ومفروض تكون ضربة جزاء أيضا، لكن الحكم أعتقد أنه ما وفق في تقديرها إطلاقا. طيب ابو الوليد، تحدثت اليوم الفريق الشبابي كان ناقص لعيبه كبار، مثل كاماتشو، طارق السايب، زيد المولد، ايضا ناصر الشمراني شارك واصيب. هذه الاسماء ابو الوليد اثرت على مستوى الفريق الشبابي اليوم؟ لما تفقد 4 عناصر رئيسيه واساسيه، لو يعني لو جت لاي فريق اعتقد انه حينهار، ومباراه حساسه ذي ونفسيه، ومباراه فيها ضغط نفسي،
ويكون فاقد الأربعة الأساسيين هذولا، أنا أعتقد أنه حياخذ هزيمة كبيرة. لكن نادي الشباب احنا عدينا أنفسنا من بداية الموسم، من بداية كل موسم، أنه عندنا لاعبين، عندنا فريق احتياط، عندنا فريق جيد ثاني، والحمد لله أننا قادرين إن شاء الله نقول كلمتنا. واليوم فزنا، ومشيئة الله بكرة نتأهل كاس فيصل، مشيئة الله لما نقابل شقيقنا نادي الهلال، وإن شاء الله احنا نبي ننافس على البطولات وبنقول كلمتنا إن شاء الله. أبو الوليد، تحدثت عن شحن اللاعبين في هذه المباراة من أسبوع تقريبا، من الذي شحن اللاعبين لهذه المواجهة؟ بالنسبة لنا ما حد شحن، احنا بالنسبة شفت لاعبنا لو كانوا لاعبين مشحونين لما استعادوا توازنهم، كل ما يسجل النصر هدف يعيدوا التوازن بهدف آخر. عرفت معي؟ بالعكس، الدليل ان اللاعبين مهيئين، عزلناهم تماما، عزلناهم عن الجو العام. اللي شحن جماهير وشحن الدنيا، مش احنا بالنسبة لنا تفرغنا للملعب، تركنا الصجة واللجة للغير، واحنا تفرغنا فقط للميدان واخذنا اللي نبيه. النصراويين يذكروا بأن يجب على فريق الشباب أن يشكروا الحكم على هذه النتيجة. وين نشكره فيه بس؟ في البالتوك ولا وين؟ الحكم أضاع لنا المباراة من أول دقيقة، ولا كان بلنتي وانتهت المباراة. عيال عطيف ايش اللي صار فيهم؟ آخر مستجدات عيال عطيف. عيال عطيف تأكد عيال عطيف أنه بمشيئة الله بيكونون شبابيين، واللي حلم فيهم واللي كثر أحلام ووعد جماهيره خسران معنا. ومن أراد سواء فريق محلي ولا فريق أجنبي، ممكن أنا أتكلم عن فريق خليجي ولا شيء، اللي كان يبغى عيال عطيف ويغازلهم ويبيهم ويحرص على شراء عقودهم، أنا أقولها بكل ما عنده إلا البلاي ستيشن، يروح يلقى عيال عطيف بفريق ويضمه فريقه بالبلاي ستيشن فقط. كلام جميل صراحة بالوليد، لكن إلى الآن هل وقع عيال عطيف على العقد الجديد؟ لا حقيقة باقي تفاصيل بسيطة وإن شاء الله ننتهي معها. يعطيك العافية. ألف شكر. نشكر